انا جاي اعرفكم النهارده يا جماعه ايه عقوبه حسين الشحات او العقوبه المستنياه، خصوصا بعد اللي صدر منه في مباراته الاخيره ضد لاعب بيراميدز محمد الشيمي، وده بسبب واقعه الضرب والسب والقذف اللي تم. طبعا كلنا عارفين وشافنا اللي تم، ولكن طبعا عرفنا كمان اتحاد الكوره صدر قرار منه بتغريم اللاعب 20,000 جنيه، وقفوا مباراتين، وبيراميدز قررت التصعيد عن طريق تظلم. ولكن النهارده جاي اعرفكم ان محمد الشيمي عمل ايه. محمد الشيمي راح للسفاره المغربيه وقرر اتخاذ اللازم قانونا بمناسبه واقعه الضرب وواقعه السب والقذف. طبعا اشاعات ممكن يتوجه ليه تهمه ازدراء اديان، ودي عقوبتها من 6 شهور ل5 سنين، ولكن اللي هيخلعه من القصه دي هي القصد الجنائي والزبيبه اللي موجوده على دماغه، ان هي ممكن يقول انا ما اقصدش. ولكن لو خلعت من دي مش هيخلع من قصه السب والقذف والتعويض اللي جاي عليها، وبرضه ولا هيخلع من مساله الضرب والتعويض الكبير اللي ممكن يتسبب ليه ان ممكن يدفعه للاعب نادي بيراميدز. وربنا يسترها علينا وعليكم، يعني في الاخر نمع فيها حكم فيها حكم.